الله، الزمالك يعمل رومونتادا ويفوز على سولر 4-1. ايوه 4-1 على سولر. عمل رومونتادا زيها زي بتاعه باريس سان جيرمان لما فاز على برشلونه 6-1، وزيها زي بتاعه ليفربول. الزمالك يفوز على سولر يا جماعه، والجهاز الفني بيبقى فرحان والجمهور فرحان وكل الدنيا فرحانه بسبب الزمالك فاز على سولر. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأكتر أنا وأنت وهي، أنا وأنت وهي وهي. خلي بالك هنصور وأنت ولا على بالك. خلي بالك هنصور وأنت ولا على بالك. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأكتر أنا وأنت وهي، أنا وأنت وهي وهي. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأكتر أنا وانت وهي، أنا وانت وهي وهي. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك. مين سولر؟ مين سولر ده؟ قبل كده طلعت من دشنا، وقبل كده طلعت من بني عبيد، وقبل كده طلعت. انت فضحنا بره وجوه. اللي فضحنا في المنطقة والمحطات الفضائية. للأسف فضحنا بره وجوه. انت راجل بتعمل رومونتادا، عملت حاجة صعبة، انا شايفها صعبة، بس انت كفرقة مش مكسوف ان انت تدخل فيك هدف في اول المباراة، وبعد كده وتعوض بصعوبة كمان، وفي اخر 5 دقايق عشان تقدر تفوز وتعدي وتصعد لدور ال 16 او دور المجموعات. انت يا اخي انت بتعاني وخلتنا نعاني معاك. انا راجل اهلاوي قسما بالله، انا قاعد زهقان من المدرب وزهقان من اللعيب وزهقان من الفرجه. حتى المذيع زهقان منه. المذيع بيقول لك اذا شيكابالا انتهى قول له ده عندها. في الدنيا بالله عليكم مذيع يقول لك ايحاءات على التلفزيون المصري؟ عندي حلين وبقترحهم على المستشار مرتضى منصور. رقم واحد، ان هو ممكن يطلب من المسؤولين في السعوديه الزمالك يشارك في الدوري السعودي او يشارك في الدوري الاماراتي. والله ما بهزر، والله ما بهزر. يروح دوري قوي، اروح دوري قوي اشترك هناك والعب هنا بالناشئين. يا جدع امسك نفسك. امسكها معايا. اذا شيكابالا انتهى قول له ده عندها. هو ده كلام؟ مدرب بيألف، مدرب بيلعب بخطه ما تعرفش هو بيلعب بخطه ازاي. خطه هجوميه بحته. يعني هلعب بدفندر واحد والباقي كله هيطير. لان انا عايز اكسب، وجمهور الزمالك بيحب المكسب وبيحب كمان الاداء، فانت لازم توفر له الاثنين. يعني انت ممكن تخسر وعامل اداء كويس قوي والجمهور يخرج يسقف لك. تلعب بايه؟ ايه الخطه اللي تلعب بيها؟ ما انا بقول لك هلعب بدفندر واحد والباقي كله طاير، باك رايت طاير، باك ليفت طاير، وفي 3 هيبقوا هم يعني 4-1 4-1 ولا 4-1-3-2 ولا ايه؟ 4-1-3-1. 4-1-3-1. نعم. تلعب خطة 4-1-3-1 اللي حضرتك هتلعب بيها. هذا اللي يقولون عليها في منتصف الجبهة. انت مش عايز تكسب؟ عايز اكسب، هكسب ناقص 1. حضرتك بتقول 4-1-3-1، يعني هتلعب ب9 لعيبة. هو قصده 4-1-2-1، قصده كده يعني. ازاي؟ مدرب، انا قاعد افكر المدرب ده بيعمل ايه؟ لو قعدت تفكر كده وتشوف الملعب نفسه، انا ببص في الملعب لقيت اللعيبه كلها واقفه كده، لا في حد فاتح وناج، ولا في حد بيسدد، ولا في حد بيلعب في خط الوسط. وتحس الملعب يعني هو عامل كده وعامل كده، يعني لا هو نافع ان هو يلعب كده، لا ده هو عامل كده كمان. يعني انا قاعد افكر هو الراجل ده بيعمل ايه؟ اسوريو لا هو بيلعب كده دفاع ولا هجوم، ولا بيلعب على الوناج، ولا بيجمع الكرة في مكانه ويلعبها في مكان تاني، ولا بيلعب ضغط عكسي، ولا هو نافع يعمل اي حاجه في اي حاجه. لعيبه الزمالك كل واحد عايز ياخد اللقطه، ودونجا قبل كده يطلع يقول لك شوف تيشيرت الزمالك وانا رقم 8، وفتوح يقول لك تيشيرت الزمالك. طب ما تلعبوا كوره يا جماعه، ورونا كورتكم في الملعب. انت ما تفرحش ان انت تفوز على فريق زي ده؟ انت فضيحه، دي فضيحه ان انت تروح تتهزم منه من جيبوتي تتهزم منها. جيبوتي ايه في الكوره؟ ولا سولر ده ايه في الكوره اصلا؟ ولا انت سمعت عنه في ايه؟
ده انا اسمع ان انت نادي الحبانيه احسن من نادي سولر ايه. انا والله العظيم ما انا ما عارف الاسماء دي جايبينها منين. المهم الزمالك يفوز ويصعد لدور المجموعات. ألف مبروك لجمهور الزمالك العريق اللي حضر في الاستاد اليوم، وكان أكثر من 30,000 متفرج. وبإذن الله يا رب بس ما تطلعش من أول مباراتين في دور المجموعات، لأن أنا حاسس إن اللي جاي عليكم أيام هتكون صعبة. مش هقول لك أيام حاجة تانية، لا أيام صعبة. أتمنى إن تكون الحلقة عجبتكم. بشكر حضراتكم، واستنوني في حلقة تانية من حلقات برنامجكم في ال90. بس بإذن الله الأهلي يكون فايز والزمالك يكون فايز برضه. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. بشكركم ومع السلامة وفي ال90.